السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الأول الإعدادي. عام وأزهري. إن شاء الله هنبتدي ننزل مراجعة مادة الرياضيات. هنبدأ بفرع الهندسة، وبعدين الجبر، وآخر حاجة الإحصاء. وإن شاء الله هننزل برضو حلول نماذج اللي هم في كتاب المعاصر، في كتاب التقويم المستمر. هنحل النماذج كلها وننزلها بإذن الله على اليوتيوب. نبدأ إن شاء الله. أول درس كان عبارة عن قوانين. هكتب القوانين كلها على جنب بحيث احنا هنحتاجها في كل سؤال. هنبتدي بأول سؤال بيقول لي مربع طول قطره 12 قدم فإن مساحته تساوي. طبعا احنا كان عندنا قانونين للمربع، لمساحة المربع. أول قانون لمساحة المربع كان بيساوي طول الضلع في نفسه، وده كلنا عارفينه. طول الضلع في نفسه كنا بنكتب اس في اس، اس في اس. طب القانون الثاني بتاع مساحة المربع، مساحة المربع تساوي نص في حاصل ضرب القطرين. نص في حاصل ضرب القطرين. وطبعا حضرتك عارف الصيغة بتاعته بالانجلش، نص دي أس 2 أو نص في دي في دي، نص في دي في دي. خد بالك بقى من حاجة، امتى بستخدم القانون ده وامتى بستخدم القانون ده؟ حسب المسألة. لو اداك في المسألة طول الضلع، يبقى حضرتك عشان تجيب مساحة المربع هتضرب طول الضلع في نفسه. طب انا هنا اديتك في المسألة طول الضلع ولا طول القطر؟ لا يا مستر، انت اديتني طول القطر، يبقى انا استخدم القانون ده، نص في دي في دي. يبقى انا هضرب نص في القطر بكام؟ ب 12، والقطر الثاني برضه 12. ما انت فاهم ان في المربع القطرين زي بعض، عكس المعين القطرين بيبقوا مختلفين. طيب نص ال 12 6، 6 في 12 ب 72. يبقى أول إجابة 72. السؤال الثاني، أي مما يأتي صورة النقطة بالانعكاس في محور واي؟ طبعا أنا عندي الانعكاس يا إما بيكون في محور إكس يا إما بيكون في محور واي. لو عايز أعمل انعكاس في محور إكس، إيه القاعدة اللي بمشي عليها؟ ثبت إكس وغير واي. ثبت إكس وغير واي. طيب لو عايز أعمل انعكاس لنقطة في محور واي، بعمل إيه؟ ثبت واي وغير إكس. يعني ايه غير اكس؟ يعني غير الاشاره بتاعتها يعني. فانا النقطه دي عايز اعمل لها انعكاس في محور واي، هنثبت الواي. فين رقم الواي هنا؟ -5، يثبت زي ما هو اهو. ونغير بقى اشاره الاكس، الاكس ب2 تغير اشارتها تبقى 2، يبقى الاجابه 2 و5. السؤال الثالث، شبه منحرف ارتفاعه 3 سم وطول قاعدته المتوسطه 10 فان مساحته. مستر اجيب مساحه شبه المنحرف ازاي؟ مساحه شبه المنحرف كان ليها قانونين، ناخد القانونين في الناحيه دي كده. اول قانون يا معلم هعمله لك على شكل مثلث اهو. المساحه اللي هي رمزها ايه؟ كانت بتساوي نص في دي واحد زائد بي واحد زائد بي 2، بي واحد اللي هم مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع اللي هو اتش. ده كان اول قانون، كان المساحه بتساوي نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. طبعا كلنا عارفين ان شبه المنحرف ليه قاعدتين بيوازوا بعض كده، القاعده دي والقاعده دي، دول اسمهم قاعدتين. بجمعهم وبضربهم في نص وبضرب الرقم في الارتفاع تطلع المساحه. ده القانون الاول. طيب لقينا ان في حاجه اسمها قاعده متوسطه. القاعده المتوسطه دي بتكون قاعده وهميه هنا كده، تبقى منقطه، احيانا بيطلبها منك. طب دي عشان اجيبها ليها قانون. ايه قانون القاعده المتوسطه؟ القاعده المتوسطه القانون بتاعها المفروض ان احنا حافظينه، نص مجموع القاعدتين المتوازيتين، نص في بي واحد زائد بي 2. القاعده دي والقاعده دي نجمعهم ونضربهم في نص يديني القاعده المتوسطه. قال لها يا مستر طب مش انت الحته دي كاتبها هنا اهي؟ انا كده ممكن اشيلها واستنتج قانون تاني للمساحه بقى، بدل ما تكتب نص في بي واحد زائد بي 2، ما هي دي القاعده المتوسطه. يبقى المساحه بتساوي القاعده المتوسطه في الارتفاع. جت منين القانون؟ انا بس شرحت لك القانون جه منين. القاعده المتوسطه جت مكان نص في مجموع القاعدتين الاصليتين.
طيب تمام، انا هنا يا مستر هجيب المساحه ازاي بتاعت شبه المنحرف؟ بالقانون ده، القاعده المتوسطه في الارتفاع، يبقى 10 في 3 ب 30. جميل. طب امتى هستخدم ده؟ هنشوف دلوقتي مثال. اول ما يديني القاعدتين المتوازيتين هستخدم القانون ده عشان اجيب المساحه. يبقى انت حسب ما بيديك في المساله حضرتك بتشتغل. السؤال الرابع، الدوران الذي يجعل الشكل هو صورة نفسه هو دوران حول نقطة الأصل بزاوية قياسها. الدوران، بسرعة مراجعة سريعة كده على الدوران. بص يا معلم، الدوران كنا بنرمز له بالرمز R، وبديك هنا النقطة اللي احنا بنلف حواليها، وكانت دايما عليك نقطة الأصل، بنلف حوالين نقطة الأصل. وعندك بقى كام زاوية هنا كانت بتتكتب كطالب أولى إعدادي؟ عندك ممكن دي تبقى 90، ممكن تبقى دوران سالب 90، ممكن تبقى موجب أو سالب 180، وممكن تبقى 270، وممكن تبقى سالب 270. هي دي حالات الدوران اللي عندك. طبعا فاضل الدوران المحايد اللي هو ب 360 درجه، ده لا يغير شيء. نفترض ان انا عندي النقطه هعمل لها كل الدورانات دي. النقطه اسمها ايه؟ ولتكن 2 وسالب 1. دي النقطه ايه؟ دي نقطه ايه؟ عايز اعمل لها دوران 90 درجه. الدوران 90 درجه بالموجب بيعمل ايه؟ تخيل عندي النقطه اهي، ده رقم الاكس وده رقم الواي. الدوران 90 درجه، غير واي وبدل، غير واي وبدل. يعني ايه غير واي؟ يعني غير اشارتها، لو هي سالب هتبقى موجب، لو هي موجب هتبقى سالب. غير اشارتها وبدل. يعني هعمل ايه يا مستر؟ هاجي هنا كده دوران 90، المستر قال لي غير واي وبدل. سالب 1 لما تغير اشارته يبقى 1، صح؟ بدل بقى الاماكن، الواحد يجي هنا والاثنين تيجي هنا. يبقى الدوران 90 بيعمل ايه؟ غير واي وبدل. ده دوران 90، بغير اشاره الواي وابدل. طب دوران سالب 90 بقى، تخيلوا الرقمين تاني اهو، غير اكس وبدل، غير اكس وبدل، غير اكس وبدل. النقطه فين الاصليه اهي؟ دي النقطه الاصليه. عايزين نعمل لها دوران سالب 90، غير اشاره الاكس، بدل ما هي 2 تبقى سالب 2 وبدل. سالب 1 يجي هنا والسالب 2 تيجي هنا. طب انا افتكرها ازاي يا مستر يعني؟ يبقى هنا غير اكس وبدل. افتكرها ازاي؟ انا ممكن انساها. ال90 بتغير واي ولا بتغير اكس؟ السالب 90 بتغير اكس ولا بتغير؟ بص، حركه بسيطه هبدا كده تحفظها باذن الله، مش هتنساها. السالب 90 عشان سالب فيها حرف السين يبقى بتغير الاكس، عشان الاكس فيها حرف السين برضه. يبقى السالب يغير الاكس، السالب يغير الاكس. يبقى السالب بتغير لي الاكس، اكس فيها حرف س، سالب حرف س، يبقى السالب 90 تغير الاكس وتبدل، انما ال 90 تغير الواي وتبدل. طيب انت ليه بقى يا مستر مجمع لي الموجب وسالب 180 مع بعض؟ لان هم نفس التاثير. ال 180 والسالب 180 دول يعني طيبين جدا، ما بيبدلوش ولا بيوجعوا دماغهم بحاجه، هم بيغيروا الاشارات بس. يعني رقم الاكس افضل مكانك، رقم الواي افضل مكانك، نغير اشاراتكم بس. يبقى النقطة ايه؟ 2 وسالب 1 لو عملت لها دوران موجب او سالب 180 هتطلع الاجابة الاثنين تبقى سالب 2، السالب 1 يبقى 1، يبقى بنغير اشارات بس. طيب الدوران بقى 270 والسالب 270، قلنا لك حل جميل يا عم، ما توجعش دماغك يا عم. ال 270 اعتبرها هي سالب 90. يا سلام، والله اعتبرها زي دي. طب والسالب 270 اعتبرها هي ال 90. بس كده بس كده. يبقى لما يجي لك في المساله يقول لك انا عايز دوران 270، احذفها وحط مكانها سالب 90 واعمل دوران سالب 90. احنا قلنا السالب 90 بيعمل ايه؟ سالب، يبقى يغير الاكس ويبدل. نغير الاكس، الاثنين تبقى سالب 2 ونبدل. السالب 1 يجي هنا، السالب 2 تيجي هنا. بص نفس الاجابه بتاعت دي بالظبط. يبقى ال 270 هي السالب 90.
طيب جالك في المساله اعمل دوران سالب 270، يبقى حضرتك هتعتبرها 90. يبقى انا كده اقدر اقول ان الملخص هم كام زاويه عندنا؟ 90 سالب 90 موجب وسالب 180، دول بس اللي عندنا. طب وال 270 لا، ما احنا بنرجعها ال 90 والسالب 90. لو هي 270 بالموجب انت بتتخيل ان هي سالب 90، ولو هي سالب 270 انت بتتخيل ان هي 90. السالب مع تبقى موجب والموجب بتبقى سالب. ال 270 بالموجب كانها سالب 90، والسالب 270 كانها 90. بس ده كده ملخص الدوران سريعا. يبقى يلا سمع معايا، ال 90 بتعمل ايه؟ الدوران 90 درجه، 90 نغير الواي ونبدل. طب السالب 90 سالب حرف السين يبقى يغير الاكس ويبدل. الموجب والسالب 180 لا، بغير اشارات على طول ما ببدلش. طب ال 270 دي يا مستر هحذفها واخليها سالب 90، يبقى هنغير اكس ونبدل. طب الدوران سالب 270 دي يا مستر هنخليها 90، يبقى هنغير واي ونبدل. الدوران بقى المحايد اللي هو كان كام؟ اللي هو 360 درجه، وده ما بيغيرش النقطه، بيخليها شكلها زي ما هي، كانك لفيت ورجعت لنفس النقطه تاني، فالنقطه مش بتتغير، بتفضل زي ما هي. اسمه الدوران المحايد. جميل. نرجع تاني بقى. ايوه طيب يلا بينا نكمل يا شباب. السؤال الرابع بقى بيقول لي الدوران الذي يجعل الشكل هو صورة نفسه. يبقى ده الدوران المحايد اللي هو بيكون ب 360 درجة. حلو قوي. أكمل كل مما يأتي بالإجابة الصحيحة. معين طول ضلعه 15 سم وطول قطريه 18 24، عايز ارتفاعه. السؤال ده مهم جدا وكتير من الناس بتتلخبط فيه. هو المعين يا مستر كان ايه قانونه؟ تعال نفتكر قوانين المعين. المعين كان ليه قانونين. اول قانون نص في دي 1 في دي 2، يعني نص في القطر الاول في القطر الثاني. حلو الكلام اللي احنا كنا بنقوله بالعربي، نص حاصل ضرب القطرين. طب القانون الثاني طول الضلع في الارتفاع. طول الضلع في الارتفاع. دول قانونين بيحسبوا لي المساحه. دول القانون بيحسبوا لي المساحه. طب حلو يا مستر، وهنا عايز الارتفاع. يبقى انا مستر لو معايا المساحه هقسمها على طول الضلع اطلع الارتفاع. ما هي المساحه بتساوي طول الضلع في الارتفاع. لو انا عايز الارتفاع اقسم المساحه على طول الضلع. انا معايا طول الضلع معايا 15، بس مش معايا المساحه بقى. هجيبها منين؟ من القطرين. يبقى انا في المساله دي الاول لازم اجيب المساحه من القطرين. هستخدم القانون ده، نص في دي 1 في دي 2. يبقى انا هروح احسب المساحه. الايه هتساوي نص في دي 1 ب 24، الدي 2 18. نص ب 18 9 في 24 216. يبقى المساحه بتاعتي يا عم الحاج طلعت كام؟ 216. هي دي المساحه. عايز بقى الارتفاع هيساوي ال 216 مقسومه على طول الضلع اللي هو 15، تطلع لك الاجابه يا ريس. مش فاهم الحته دي يا مستر؟ بص يا معلم، اول حاجه حسبنا المساحه من القطرين، نص حاصل ضرب القطرين، جبت المساحه. طب المساحه دي يا مستر انا هعمل بيها ايه؟ ما انا عندي قانون بيقول لي ان المساحه بتساوي طول الضلع في الارتفاع، وانا عايز الارتفاع. طبعا انتوا بتحبوا المثلث ده. المساحه هنا، طول الضلع هنا نرمز له بالرمز اس، والارتفاع هنا. لو انا المجهول الارتفاع زي المساله خبي كده، يبقى المساحه على اس، المساحه على طول الضلع، المساحه على طول الضلع. هو ده اللي انا عملته، جبت المساحه قسمتها على طول الضلع. زي الفل. نكمل. الاجابه هتطلع كام بقى؟ احسب طبعا انت 216 على 15. الانتقال الذي يجعل النقطه سالب 3 و2 صوره النقطه 5 وسالب 3 هو. طبعا مساله الانتقال حضرتك اطرح الصوره ناقص الاصليه تطلع الاجابه على طول. عايز تفكر فيها بدماغك؟ يلا بينا. السالب 3 بقت 5، جمعت عليها كام؟ والله يا مستر جمعت عليها 8. صح، جمعت عليها 8. يبقى انا كده الاكس زودت عليها 8. سوري، هنا بقى في مشكله كبيره. دي الصوره ودي الاصليه. يبقى انا اشوف الاصليه ايه اللي حصل لها. الاصليه اتحولت للصوره دي. ال5 بقت سالب 3، يبقى انا هبدا من هنا. انا عكست وبدات من هنا. ال5 بقت سالب 3،
ده انا كده يا مستر نقصت منها كام؟ نقصت منها 8. الخمسه لما ننقص منها 8 تطلع -3. يبقى انا الاكس نقصت منها 8. طيب -3 يا مستر بقت 2. يبقى انا كده ضفت عليها كام؟ ضفت عليها 5. يبقى الواي ضفنا عليها 5. زي الفل. يبقى الانتقال هو واي ناقص 8 وواي زائد 5. اكس ناقص 8 وواي زائد 5. طرحت من الاكس 8، 5 بقت -3، طرحت منها 8. والواي ضفت عليها 5 بقت 2. ايه السؤال اللي بعده؟ شبه منحرف ارتفاعه 5 سم وطول قاعدتيه المتوازيتين. بس يا مستر انا عايزك وانت بتقرا حبيب قلبي تطلع المعطيات على جنب. شبه منحرف ارتفاعه 5 سم، الارتفاع ده اللي هو اتش، تكتب كده اتش تساوي 5. ماشي. وطول قاعدتيه المتوازيتين. يا مستر ده كده اداني البي 1 والبي 2. وانت بتقرا تترجم على طول اول باول. البي 1 ب 10 سم والبي 2 ب 12 سم. عايز المساحه. لسه انت يا مستر كاتب لي قانون شبه المنحرف دلوقتي. اهو يا عم. شبه المنحرف قانونه نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. يبقى انا هنا عشان اجيب مساحه شبه المنحرف، يلا بينا. ساعة ما طلعنا المعطيات الدنيا هتلاقيها اتبسطت وبقت سهله ان شاء الله. نص المساحه هتساوي نص في مجموع القاعدتين. معايا 10 زائد 12 في الارتفاع اللي هو معايا بكام؟ ب5. 10 زائد 12 22، نصها 11 في 5 تطلع الاجابه 55 سنتيمتر مربع. زي الفل. يبقى خد بالك من السؤالين دول، فرق. بص هنا عايز مساحه شبه المنحرف، ضربت القاعده المتوسطه في الارتفاع. 10 في 3 ب 30. هنا عايز مساحه شبه المنحرف، لا استخدمت القانون الثاني اللي هو نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. زي الفل. نكمل. صورة النقطة 4 و5 بالانتقال -2 و2. صورة النقطة 4 و5 بالانتقال -2 و2. يعني ايه بقى بالانتقال -2 و2؟ يعني عايزني اطرح من الاكس 2 او اضيف على الاكس -2 واضيف على الواي 2. اضيف على الاكس -2. يعني الاربعة دي اعمل عليها كده. طيب والخمسة اعمل عليها كده. ما هو الاثنين دي اشارتها سالبة والاثنين دي اشارتها موجبة. 4 ناقص 2 2. 5 زائد 2 7. يبقى 2 و7. طبعا درس الانتقال والانعكاس والدوران من الدروس السهلة. يلا بينا بقى نشوف سؤال 9. ارسم زاوية قياسها 45 ثم نصفها باستخدام المسطرة والفرجال. طبعا ده عشان احنا مش الادوات مش متاحة، فانا عاملها لك كروكي كده بالشرح برضه. هنرسم زاوية 45 ازاي؟ هتعمل لي الخط اللي انت هترسم منه الزاوية، الخط ده. طبعا كلنا عارفين ان احنا هنقف بالمنقلة هنا ونعمل زاوية قياسها 45 درجة، هتطلع تقريبا لحد هنا. نفترض ان دي زاوية 45 درجة. عايزني بقى نصفها باستخدام البرجل. هنقف عند رأس الزاوية دي بالبرجل، بسن البرجل هنا، ونعمل قوس كده بيقطع الخطين بتوعي. بنفس الفتحة بتاعت البرجل نقف بالسن بتاعه هنا ونعمل قوس هنا كده. وبنفس الفتحة هنيجي نقف هنا كده ونعمل نفس القوس التاني كده. هيتقطعوا في نقطة، هنوصل النقطة دي برأس الزاوية، ننصف الزاوية. ودي هوضحها أكتر في فيديو حل أو شرح درس الإنشاءات الهندسية. هوضحها أكتر فيها، هيكون معانا الأدوات والدنيا إن شاء الله متاحة. نكمل. ارسم على شبكة تربيعية المثلث ABC حيث A1 و2 والB طيب، ثم ارسم صورته بالدوران. طبعا أنت عشان ترسم المثلث ده كلنا إن شاء الله بنعرف نحط النقط 1 و2، 1 وسالب 1 و5 و2. تعال نجيب الدورانات نجهزها الأول. إحنا عايزين نعمل دوران كام؟ والله يا مستر -90. انت لسه قايل لي يا مستر الدوران -90. الدوران -90 سالب حرف السين، نغير اكس ونبدل. يبقى انا هاجي على كل نقطه كده. الاي دي لما نعمل لها دوران ايه شرط؟ كام وكام بقى؟ غير اكس. الواحد يبقى -1 وبدل. الاثنين تيجي هنا، -1 يجي هنا. والله زي الفل يا مستر. طب البي هتبقى بي شرطه لما نعمل لها دوران.
ها غير اكس، الواحد يبقى -1، بدل -1 يجي هنا والسالب 1 يجي هنا. طب السي هتبقى سي شرط، ها غير اكس تبقى -5، بدل يبقى 2 هنا وسالب 5 هنا. بس كده انا جهزت الدوران. هتروح ترسم يا باشا الرسمه بتاعتك، هتطلع معاك بكل بساطه. ترسم الرسمه الاصليه وترسم الصوره بتاعت الدوران، تطلع معاك الرسمه بكل بساطه. نكمل. شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 6 امتار، اكس امتار، وارتفاعه 9 امتار، ومساحته 72 متر مربع. اوجد قيمه اكس. بص نطلع المعطيات بتاعتنا. بص خليك ابرد مما تتخيل. معطياتك ايه يا عم؟ شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 6 واكس. 6 واكس دول القاعدتين المتوازيتين. طيب ماشي، هنكتب اهو. القاعده الاولانيه دي بي1 تساوي 6. طب القاعده الثانيه ده كاتب لي عليها اكس عادي، ما يفرقش معانا. وارتفاعه 9 ده الاتش. قال ده اداني المساحه كمان ب 72، يعني اداني الايه كمان تساوي 72. طب دي كده المعطيات بتاعتي. طلعت المعطيات، ابدا حل بقى. هو عايز قيمه الاكس. والله يا مستر انا هكتب القانون. ايه القانون يا عم؟ القانون الايه بتساوي نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. معاك المساحه ب 72 اهو تساوي النص اهو في. يلا يا عم نجمع القاعدتين. عندي واحده بس ب6، طب والثانيه باكس خليها اكس، في الارتفاع بكام؟ ب9 خليه 9. مستر بقى انا عايز افهم هعمل ايه هنا. بص بقى بكل بساطه، شايف النص ده؟ هنضربه في ال9 دي. هو عادي يا مستر النص ينضرب في ال9 مش النص مضروب هنا؟ ما انت عارف ان الضرب عادي ابدالي لما اجيب لك 2 في 3 في 4. مش انت عادي تضرب الاثنين في 4 على طول؟ عادي. يبقى انا هضرب النص في ال9. طب يا مستر ما هو نص في 9 ب4 ونص. نص في 9 4 ونص، صح. يبقى انا كده هضرب النص في ال9 تطلع 4 ونص، ونزل القوس ده زي ما هو 6 زائد اكس، ودي يساوي 72. بقت معادله اعملها لك. عايز اتخلص من ال4 ونص دي عشان هي مضروبه، انا عايز اتخلص منها. اقسم عليها. انت عارف الحاجه لما بتبقى مضروبه وانت عايز تخلص منها بتقسم عليها في الناحيتين. تطير ال4 ونص مع ال4 ونص. تقسم لي بقى 72 على 4 ونص على الآلة الحاسبة. آلتك الحاسبة يا ريس. ادي 72 على 4 ونص تطلع الإجابة 16. هتساوي 6 زائد اكس. شفت وصلت بشكل المسألة؟ المعادلة جميلة. يا ترى بقى يا مستر هنودي ال6 بعكس الإشارة تطلع الاكس بتساوي 10. يا نهار أبيض يا مستر على المسألة. يبقى أنا طلعت معطياتي، كتبت القانون، شلت كل حرف وعوضت عنه. مشكلتي كلها كانت هتبقى في المعادله دي، مش هعرف اتحرك فيها. لا، نص في 9 4 ونص. قسمت على 4 ونص في الناحيتين طلعت 72 على 4 ونص فيها 16، ودي طارت اتبقى ال6 زائد الاكس. 6 زائد كام يديني 16؟ 6 زائد 10. يبقى الاكس بتاعتك ب 10. سؤال جميل. السؤال اللي بعده، ارسم على شبكه تربيعيه AB حيث ال A 2 و1 وال B 3 و5. تعالى كده هنعمل شبكة تربيعية هنا عشان بس ادي يا عم شبكة تربيعية صغيرة هنا. ادي 1 2 3 4 5، وادي 1 2 3 4 5. عايز ايه؟ عايز ال A 2 و1. ال A 2 و1 يبقى همشي 2 واطلع 1. دي كده ال A. ماشي. ال B 3 و5 همشي 3 واطلع لل5. 3 واطلع لحد ال5. دي ال B. وصل القطعة المستقيمة دي اهو. دي القطعة AB. عايز تعمل لها ايه؟ عايز ارسم صورتها بالانعكاس في محور السينات. ده ايه محور السينات ده؟ اللي هو محور اكس، متبوعا بالانعكاس في محور الصادات اللي هو محور واي. يبقى انا هنا هعمل كام انعكاس؟ انعكاس اولاني هيطلع لي نقط، اعمل لها انعكاس تاني. طيب يلا بينا.
هو انا مستر عشان اعمل انعكاس للايه في محور اكس، اهي الايه اللي هي 2 1، اعمل لها انعكاس في محور اكس، بنعمل ايه؟ ثبت اكس وغير واي، ثبت الاكس 2 غير الواي -1. كده انا عملت انعكاس في اكس. اتبعه بقى بسرعه واعمل له انعكاس كمان في محور واي. يلا النقطه دي عشان نعمل انعكاس في محور واي هنثبت واي ونغير الاكس. -1 يثبت زي ما هو، الاكس 2 تبقى -2. الله اكبر، يبقى طلعت النقطه -2 و1. طيب ماشي، البي 3 و5، البي 3 و5 هنعمل لها انعكاس في محور اكس الاول، ثبت اكس وغيره، ثبت اكس 3 غير واي -5. ارجع بسرعه اتبعها بانعكاس في محور واي، ثبت واي وغير اكس، ثبت واي -5 غير اكس 3 تبقى -3. بس روح بقى ارسم لي النقط الجديده دي تخلص معاك.